مساء الخير على حضراتكم. أنا شمس طريقة سعد الصغير. أنا بناشد كل السادة المسؤولين. أنا بطالب بحقي وحق بنتي اللي اتقطعت حتت وهي حية. الموضوع باختصار إن أنا كنت حامل في 7 شهور، وخطفني سعد الصغير من اسكندرية للقاهرة. خطفني وهو معاه بلطجية. خطفني وداني على بيته اللي في حي الأشجار. مضاني تحت التهديد والسلاح والإجبار والضرب. 8 إيصالات أمانة على بياض وعقد جواز بيقول إن هو اتجوزني وما لمسنيش. طبعا عايزة أحكي لحضراتكم إن أنا من اسكندرية للقاهرة، وهو بيضربني لدرجة إنه شوه وشي. بقى كان بيضربني بالجزمة بتاعته في بطني وفي وشي. وقف العربية على الصحراوي، فبقى يشدني من العربية، والبلطجية يقولوا له خلاص يعني انت عايز منها ايه، هتموت في ايدك. بقى بيضربني بالجزمة على الاسفلت، بيجرني من العربية على الاسفلت، وبيجرني على ظهري، وبيضربني بالجزمة في وشي وفي مناخيري وفي بطني وفي كل حتة بالشلاليت وبالأقلام، وقطع شعري وشوه وشي كان متشوه تقريبا. فلحد يعني ما رحنا القاهرة، كانت تقريبا حوالي الساعة 12 بالليل. الكلام ده حصل يوم 8